هذه طاحت على زوجها لكنها صارت أذكى منه. هذيبة العمانية الصراحة تستاهل صفقة. القصة صارت لما طاحت على تليفون زوجها وفي محادثات بنات كثيرة، لكن البنت تحس لفت انتباهها محادثة مع بنت متزوجة، وانصدمت من كمية الوقاحة والانحطاط في مستوى الشات والصور والعلاقات المحرمة اللي صايرة بينهم. العلاقة بدت من 2007، حتى من قبل لا هي تتزوج زوجها وهذيك البنت تتزوج. زوج هذه البنت كان محسس حبيبته ان هي ملكة حياته، وكان مدللها ومدلعها. هالزوجة ما بينت حق زوجها ولا شيء، استمرت على هالحال فترة، وكل ما تفتش تليفونها تصور المحادثات من تليفونها الشخصي، لين ما عرفت امور وايد غريبة. وفجأة مرة من المرات دخلت على انستغرام البنت ولقيتها مبلكها. قامت ايش سوت الزوجة؟ سوت حساب جديد باسم الزوج وحطت صورته وايميله الشخصي، وسوت آد حق البنت اللي كان يحبها. البنت بكل غباء اقبلت الاضافة. بعدها الزوجة بدأت تستدرجها بالسوالف، تذكرين متى تعرفنا على بعض؟ تذكرين المكان الفلاني؟ والبنت ترد وتجاوب. واكتشفت الزوجة من خلال المحادثات ان حبيبتها تدل شقتهم. حبيبتها قالت لزوجته بكل وقاحة: لما كنت انت تحطني بلوك انا كنت امر عند الشقة واتأكد اذا كانت سيارتك موجودة، ومرة من المرات كان ودي اني انزل واطق الجرس، واذا طلعت لي زوجتك كنت بقول لها ان انا داقر جرس غلط. ردت عليها الزوجة بذكاء وقالت لها: لا تسوين كذي، اذا سويتي كذي ترى زوجتي انا كانت ناوية تشتكي عليش بالمخفر. انا طخخت الامور. والزوجة خلت الحبيبة تدز لها صور مخلة بالاداب، واستمرت على هالحال لين ما اخذت لوكيشن الحبيبة. لين اليوم الموعود قامت قالت الزوجة لحبيبة زوجها: تعالي شقتي نامي عندي كم يوم، انا زوجتي مسافرة. رضت الحبيبة وقالت انها راح تقول حق زوجها انها رايحة عرس بولاية ثانية، وانها راح تبات بفندق 3 أيام. بعدها الزوجة قامت حطت تليفونها عند مدخل البيت عشان تصور دخولها الشقة، وحطت كاميرات داخل البيت علشان تصور اللي قاعد يصير، وارسلت لحبيبة زوجها ان الشقة ترى مفتوحة واخذي راحتك لي دخلتي، انا راح انزل الهايبر ماركت شوي اشتري لنا شوية اغراض. ودخلت الحبيبة الشقة وقفلت الباب ولبست لبس مغري. الزوجة كانت منخشة بغرفة من الغرف وتطالع من طرف الباب، وقالت لها: اهلا وسهلا. انخرشت الحبيبة، لا تشوفون ايش صار فيها. بعدها الزوجة مسكتها وحاست فيها الأرض وطقتها طق لين استشهدت. بعدها قعدت معاها جلسة استجواب، وراوتها فيديو دخولها البيت، صورها المخلة، وقالت لها: إن كلمتي زوجي مرة ثانية أنا كل هذا راح أرسله حق زوجك. بعدها اختفت الحبيبة. قالت الزوجة اللي صار حق زوجها: